بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل عليكم. انا بقالي يومين تعبانه فما نزلتش حاجه. النهارده جايبه لكم حاجه حلوه قوي. سلطات بيتزا هات. عايزه اقول لكم ان هي اتاكلت وانا بعملها ما شاء الله الف هنا. هنعمل دي بطاطس بالبسله والجزر، في بطاطس بالشبت، كول سلو طماطم بالدقه. هناخد معانا اول وصفه الكول سلو. ده كرومب سلطه متقطع، مش كابوتشا. كابوتشا مش هتنفع يا جماعه، انا جربتها بالكابوتشا قبل كده ما كانتش حلوه. ده كرومب سلطه. هنضيف عليه هنضيف عليه معلقتين خل، كوبايه الا ربع لبن، عليها معلقتين سكر، جزر، معلقتين مايونيز. ناس كتير ما بتحطش لبن على فكره، بس بيكتفوا بالمايونيز، بس انا بحسها ان هي بتبقى تقيله شويه يعني، فاحنا بنحط اللبن، بيعزز معانا كمان القيمه الغذائيه بتاعتها. ادي شويه جزر مش كتير، احنا عايزينه يعزز اللون بس مش اكتر. السكر هندوبه في اللبن، معلقتين سكر 3. هي السلطه دي بتبقى مسكره، يعني كل ما كانت مسكره كل ما كانت احلى يعني. وزي ما قلت لكم ما تنفعش تتاكل في نفس اليوم، لازم تبات في التلاجة. مع ان انا يعني بسم الله ما شاء الله يعني ابني اكل منها دلوقتي على طول وانا بعملها. حطيت معلقتين خل، معلش اعذروني في التصوير كنت بصور لوحدي. اهو بندوب اللبن مع السكر هنضيفه عليها. هي سهله جدا بس طعمها خطير يعني، دوقوها، اعملوها، جربوها ودوقوها، توفير ونظافه. هنضيف المايونيز، مش عذرا التصوير. اللي وصلتش لحد هنا اللايك والاشتراك للي لسه ما اشتركوش من فضلكم. انا بنسى اقول لكم لايك واشتراك، ما تنسوش انتوا بقى بالله عليكم. تمام. نقلبها، نمزج كل الخليط ده مع بعضه. فعلا هتعجبكم جدا للناس اللي بتحب تروح كنتاكي وبيتزا هات والاماكن دي، والكولسلو والله احلى من اللي بناكله هناك. جربوها بس وانتوا هتصدقوني. تمام. هنقلبها نمزجها كويس قوي، ونخش رشه ملح. رشه ملح ما كناش حاطين رشه ملح. نمزجها كويس، رشه ملح صغيره قوي يعني على طراطيف صوابعك. ونخش على الوصفه التانية. هنا طماطم انا مقطعاها 4 ارباع، طماطمايه، ملح وفلفل وكمون، هنضربهم كويس. وهننزل عليهم بمعلقتين خل، ملح وفلفل وكمون وتوم، وهننزل عليهم بمعلقتين خل. انا بس الخطوه دي نسيت ادربها قدامكم. هنا انا بسلق بطاطس مكعبات، طبعا ما تتسلقش جامد يعني، غلوتين 3 وتطفي عليها، هي ما بتبقاش مستويه. هنضيف لها شويه شبت، ودي الوصفه الثالثه. انا حطيت نقطه زيت عليها بس، ونقطه زيت علشان الشبت يمسك فيها. الملح طبعا انت بتبقي مملحه الميه اللي بتسلقي فيها. ونخش على الوصفه الثالثه. الوصفه الثالثه برضو نفس البطاطس المكعبات اللي احنا سلقينها. سلقت معاها بسله وجزر، مش جامد برضو، سلق قليل قوي. هنضيف عليها معلقتين مايونيز. يلا اشتركتوا ولا لسه؟ لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وبألف هنا وشفا، ونتقابل في